الله أكبر. على أسوار القسطنطينية كان بنو عثمان يركعون ويسجدون للواحد القهار، وبعد معارك ضارية مع الحامية البيزنطية فتحوا أبوابها ونشروا الإسلام في ربوعها. إمبراطورية عظيمة قامت على الإسلام كان سر قوتها وبسط سيطرتها على الممالك والأقطار، وارتبط اسم الدولة العثمانية بالإسلام وصارت تعبر عنه. يقول الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتابه: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. فكان إذا دخل أحد مسيحي أوروبا في الإسلام لم يقل عنه الأوروبيون إنه أصبح مسلما، بل قالوا عنه إنه غدا عثمانيا. وهكذا أصبحت عبارة الدولة العثمانية مرتبطة بالدين الإسلامي بعروة وثقى لا انفصام لها. وحتى خلال فترات الضعف التي بلغت ذروتها في عهد السلطان عبد الحميد كان الرجل يستبسل للحفاظ على الإمبراطورية الإسلامية، واستطاع أن يؤخر سقوطها ثلث قرن من الزمان. وعندما عرض عليه تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين بغرض تكوين وطن قومي لهم مقابل امتيازات يسيل لها اللعاب، كان هذا رده. لكن القوى الغربية التي تنتظر انهيار الدولة العثمانية دعمت الحركات القومية الانفصالية داخل بلدان الخلافة، ووقعت تركيا في قبضة العلمانية المتطرفة التي عملت على تغيير الوجه الإسلامي للدولة بعد إسقاط الخلافة. الحياة تغيرت تماما في تركيا. تم منع الأذان باللغة العربية وصار يرفع باللغة التركية. ألغيت المحاكم الشرعية وحلت القوانين الغربية مكان أحكام الشريعة الإسلامية. منعت المدارس الدينية. استبدلت الحروف العربية في الكتابة بالحروف اللاتينية لقطع الصلة بين الأتراك وبين تراثهم. أصبح محظوراً على النساء ارتداء الحجاب. تم تحويل مسجد آيا صوفيا التاريخي إلى متحف. استهدف علماء الشريعة الإسلامية بحملات القمع والتشريد. Muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasıtasıyla... وعلى الرغم من محاولات نزع الهوية عن الأتراك إلا أن القلب الإسلامي فيها لا يزال ينبض. عدنان مندرس الذي تولى رئاسة الحكومة بانتخابات 1950 رغم إعلانه الالتزام بالمبادئ العلمانية للدولة، إلا أنه قام بتخفيف بعض الإجراءات العلمانية الصارمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعاد مندرس الأذان إلى أصله باللغة العربية، وأدخل الدروس الدينية إلى المناهج التعليمية بالمدارس، وأنشأ مراكز لتعليم القرآن. إجراءات مندرس التي لاقت ترحاباً لدى الأتراك التواقين إلى جذورهم الإسلامية استفزت القوى العلمانية التي حشدت ضده داخل الجيش والجامعات، وساعد على ذلك إخفاقه في مواجهة التدهور الاقتصادي، ما أدى إلى مظاهرات كبيرة وأحداث شغب في شوارع أنقرة وإسطنبول اختتمت بانقلاب للجيش. Bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır.
وتم الحكم على مندرس واثنين من وزرائه بالإعدام بتهمة التخطيط لقلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية. Oy versinler diye yapmıyorum, ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için. Türkiye'min ufkuna güneş gibi doğan, mazluma umut olan Necmettin Erbakan. وظهر نجم الدين أربكان أبو الإسلام السياسي في تركيا، والذي أسس 4 أحزاب إسلامية وسعى لإعادة الصبغة الإسلامية للشعب التركي، مستثمراً العاطفة الدينية التي لم تخب جذوتها في الشعب رغم مظاهر العلمانية التي رانت على البلاد. ودعا إلى شمولية الإسلام ونادى بمواجهة القوى الإمبريالية والصهيونية بمخططات وطنية تركية. شن أربكان حملة قوية على الأسس العلمانية ونادى بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف التعاملات الربوية، وعمل على أن يكون العالم الإسلامي هو المجال الحيوي لتركيا، ودعا إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة. Yollara çıkan, milletin selameti için hep koşturan, refahla fazileti saadeti kuran. وقعت أحزابه التي أسسها فريسة للإنقلابيين، ومنع أربكان بعد حل حزب الرفاه من مزاولة السياسة. Refah Partisi'nin layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmiş. وتم إعلان حالة الطوارئ وإغلاق عدد كبير من مدارس تعليم القرآن، ومنعت المحجبات من دخول الجامعات. وفي ظل هذه الانقلابات ضد الأحزاب الإسلامية تكون جيل جديد ذو مواصفات خاصة، كان منهم ذلك الشاب الذي أصبح عمدة إسطنبول عن حزب الرفاه، والذي صرح قائلاً: سنعيد الوجه الإسلامي إلى إسطنبول، وسوف يعود آيا صوفيا كمسجد للمسلمين. هو رجب طيب أردوغان الذي دخل السجن وهو عمدة إسطنبول لأنه قرأ أبياتاً شعرية ذات صبغة إسلامية. أسس أردوغان ورفاقه حزب العدالة والتنمية عام 2001 بعد حل حزبي الرفاه والفضيلة الإسلاميين. استوعب الرفاق الدروس والتجارب السابقة، وأعلنوا أن الحزب ليس دينياً بل ديمقراطي محافظ لا يكون للدولة فيه سيطرة على الدين. بعد تولي أردوغان رئاسة الحكومة قال: أنا لم أتغير ولكنني تطورت. فكانت رسالة تطمئن على جذوره الإسلامية. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. وأن إعادة تركيا إلى أحضان الإسلام هي حلمه، وصار يبشر بروح جديدة بين أحفاد بني عثمان. لكنه في الوقت نفسه يراعي الواقع وضغوطه، ويأخذ بمنهج التدرج الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. أنا عندما التقيته قلت له: أنت الآن رئيس وزراء. يعني أنا أتمشى بشوارع اسطنبول وأشوف يعني المظاهر الأخلاقية المبتذلة تجرح الشعور الإسلامي، فماذا أنت فاعل بها؟ قال: ولا شيء ولا شيء، أنا سأركز الآن على شغلتين. الشغلة الأولى الاقتصاد، كيف ننعش الاقتصاد بحيث
يتطلع إلينا المواطن التركي، لأنه سيزدهر في ظل حكومتنا ويتطلع إلينا ونحن نضمن ولاء المستقبل. الشيء الثاني الذي سأركز عليه إعادة تركيا إلى العالم الإسلامي. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. خاض أردوغان معركة الحجاب تحت مظلة الديمقراطية واحترام الحقوق الشخصية، وواجه العلمانية بأساليبها، وفتح الطريق أمام النساء للإقبال على الحجاب دون خوف من البطش والقمع، بعد رفع الحظر عن ارتدائه في المؤسسات العامة من خلال تعديلات دستورية اعتمدت على تأييد شعبي. ولأنها لغة القرآن الكريم، قرر أردوغان تدريس اللغة العربية في المدارس التركية كلغة أساسية لربط الشعب التركي بالقرآن وتحقيق مزيد من التقارب بين تركيا وبين الأمة العربية والإسلامية. وشجع أردوغان مسابقات القرآن، وشارك بنفسه في حضور احتفاليات توزيع الجوائز في بعض المسابقات. عام 2013 صدرت تعديلات قانونية تقضي بمنع الدعاية للخمور وحظر بيعها قرب المؤسسات التعليمية ودور العبادة، ومنع بيعها بين 10 مساء إلى 6 صباحاً. القيادة التركية تتدرج بالشعب التركي نحو حياة إسلامية، وكانت المفاجأة أن معظم فئات الشعب تقبلت القانون، ولم تكن ثمة أزمات تذكر ترتبت على التعديلات القانونية. Bir defa kız erkek artık karışık yurt dönemini biz kapattık. وعندما صرح أردوغان بأنه لن يسمح للطلبة والطالبات أن يعيشوا في مساكن طلابية مختلطة لأنه يتعارض مع الدين والقيم والأعراف التركية، كان هذا جواب الاتحاد الأوروبي. We cannot separate Turkey's systematic violation of human rights. هم قلقون إذن من عودة تركيا إلى الإسلام من جديد. أعاد الحزب الحاكم بقيادته تركيا إلى أحضان العالم الإسلامي، وصار لها دور حيوي في القضايا العادلة للأمة، اهتمام بدول العالم الإسلامي المنكوبة، تقارب وتحالف مع رؤساء وحكومات الدول الإسلامية. وفي مؤتمر دافوس 2009 برر شيمون بيريز المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، لكنه كان على موعد مع حفيد العثمانيين يلقنه الدرس الذي لن ينساه التاريخ. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan 2 kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. Let me turn this over to our host, Prime Minister. وانصرف الرجل من المؤتمر ليستقبله الشعب الذي بدأت الدماء الإسلامية تعود إليه استقبال الفاتحين لدى عودته. الاتجاه نحو أسلمت تركيا وإعادتها إلى أحضان الأمة الإسلامية أثار رعب حكومات غربية تتخوف من المد الإسلامي، وأخرى عربية تخشى انتقال عدوى التجربة الديمقراطية إليها. فكان التواطؤ على تركيا الذي تجسد في انقلاب 15 من يوليو. Yönetime el koymuştur. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir.
Yurtta Sulh Konseyi, Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyorum. لكن مكالمة مجانية للزعيم جاءت من مكمنه بعد نجاته من محاولة الاغتيال أو الاعتقال غيرت مجرى الأحداث. İllerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa. ولبت الجماهير النداء ونزل الأتراك يدافعون عن وطنهم وواجهوا الانقلاب بصدور عارية تزامنا مع التكبيرات التي انطلقت من المآذن. كان الشعب في الشوارع يردد يا الله، بسم الله، الله أكبر. أردوغان ورجاله الذين يتحركون وسط اتهامات متناقضة بين فريق يتهمهم بالعلمانية وآخر يتهمهم بأنهم إسلاميون لم يعبأوا إلا بالعمل. تركوا الشعارات واتجهوا للإصلاح ووضعوا تركيا في مسار مشروع نهضوي يجعلها في مصاف الدول العظمى بالتوازي مع الاهتمام بالقيم والمظاهر الإسلامية ما أثار مخاوف الغرب. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, aziz milletim, muhteşem bir beraberliğin sergilendiği bu meydanda hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden القيادة التركية المسلمة تعيد تركيا التي تغير وجهها بفعل العلمانية المتطرفة إلى أحضان الأمة الإسلامية من جديد، وسيكون بعون الله ولو كره الكارهون. الله Ekber, Allahu Ekber. Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinini bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.